ترى فعلا الحفله بتاعت ترافيس سكوت اتلغت في مصر ولا الكلام دوت اشاعه؟ طبعا بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس الكتير اللي اتكلمت عن الحفله والطقوس اللي بتتعمل الشيطانيه والحاجات الغريبه دي، وكمان تدخل بدعوى الغاء الحفله من قبل المحامي الكبير عمرو عبد السلام، ومداخله هاتفيه ان الحفله دي لازم تتلغى لانها طبعا تتنافى مع المجتمع المصري، طبعا بسبب الطقوس الغريبه والافعال المنافيه والحاجات ديت اللي بتحصل والمخدرات اللي بتحصل في الحفله بتاعته. فقرر طبعا نقابه المهن الموسيقيه ان هم يلغوا الحفله ديت، وطبعا بسبب اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الغريب في الامر والجدير بالذكر ان الكلام ده كله، يا هل ترى اشاعه ولا حقيقي؟ على علم ان فعلا بجد تم الغاء الحفل من قبل المهن الموسيقيه، الا ان لحد دلوقتي في صفحه غريبه كده بتاعت فانز طبعا ترافيس سكوت بعت الكلام دوت للمدير اعمال المغني او المطرب دوت، ولكن رد عليهم بكلمه واحده